هنبدأ فيلمنا مع كاترينا واللي بتكون سكرانة في الحانة علشان اتخانقت مع صاحبتها في السكن ومش لاقية مكان تبات فيه، وبيجي شاب شكله حلو واسمه ايه اتكلم مع كاترينا عن الأغنية اللي مشغلاها، فبتقوله إنها أغنيتها المفضلة من هي وصغيرة وإنها بتحب الغنى وعندها تجربة أداء بكرة، وبيتكلموا مع بعض وبتقوله إنها بتدور على مكان تبات فيه، فبيعرض عليها إنها تبات عنده وبتوافق كاترينا. وتاني يوم بيصحيها إد علشان تاخد دش لحد ما يجيب الفطار من بره، وبتقوم كاترينا تخش الحمام بس فجأة بتخش عليها واحدة واللي بتكون صاحبة إيد، وبتحاول كاترينا تشرح لها اللي حصل بس بتطردها بره، وبتروح كاترينا المحل لعب الأطفال اللي شغالة فيه، وبيكون المحل مليان لعب وهدايا علشان الكريسماس قرب، وبتيجي صاحبة المحل واللي اسمها سانتا وبتكون مستغربة ان كاترينا جت بدري، وبتستنتج انها اتخانقت مع زميلتها في السكن زي كل مرة. وبتكون كاترينا بتلبس لبس الشغل علشان عاوزة تخلص شغلها بدري علشان تلحق تجربة الأداء بتاعتها، وبتيجي مارسا اخت كاترينا وبتقول لها تكلم امها علشان قلقانه عليها، فبتقول لها انها هتبقى تكلمها. وبعد كده كاترينا بتكون بتنظف الالعاب وبتشوف شاب صيني باصص للسما وبيتصرف تصرفات غريبه، وبتروح له كاترينا وبتساله عن اللي بيعمله، فبيقول لها انه بيبص على الحمامه اللي واقفه فوق السور، واول ما بتبص لها كاترينا بتعملها عليها فبتقرف جدا، وبترجع المحل وبيروح وراها الشاب الصيني وبيقول لها انه اسمه توم وبيعرض عليها انها تخرج معاه النهارده، بس بترفض كاترينا وبتمشيه. وبالليل بتجيلها رساله ان ميعاد التجربه بتاعتها جه، وبتطلع كاترينا تجري علشان تلحق العرض بتاعها، واول ما بتوصل بتلاقي ان المسرح مقفول ولجنة التحكيم بس هي اللي قاعدة، وبيكونوا متضايقين ان مفيش ولا صوت حلو جه النهارده. ولما بتخش كاترينا بيقول واحد من لجنة التحكيم انهم هيدوا لها فرصة، فبتبدأ تغني بس صوتها بيكون وحش ولجنة التحكيم بترفض ادائها، وبتطلع وهي متعصبة وبتخبط في توم وبتكون فاكراه انه بيراقبها، بس بيقول لها انه شغال في المطعم اللي جنب المسرح وبيعرض عليهم انهم يخرجوا مع بعض، وبتوافق كاترينا وبيوديها اماكن اول مره تشوفها، وبعدين بيوصلها لمحطه الاتوبيس وبيطلب منها انهم يكرروا الخروجه دي، فبتوافق كاترينا وبتطلب منه انه يديها رقمه، بس توم بيقول لها انه مش بيشيل موبايل علشان يستمتع بالحياه. وبتروح كاترينا لبيت صاحبتها جينا علشان تبات عندها وبتوريها اوضتها وبتقعد تتكلم معاها عن الحمل بتاعها، وبيكون جوز جينا مش طايق كاترينا وبيقول لها انها تقلع جزمتها علشان ما تدعكش الدنيا، ووسط كلامها مع جينا بتنام، ولما بتصحى بتلاقيهم بيتعشوا بس بتقول لهم انها تطلع تاكل بيتزا. وتاني يوم بتحاول تمشي كاترينا الشاب اللي شافته في محل البيتزا وجابته يبات معاها في الأوضة من غير ما حد يحس بيه، بس جينا وجوزها بيحسوا بيه وبيطلب منها إنها تمشيه. وبتروح كاترينا الشغل وهناك بتلاقي البوليس واقف مع سانتا علشان المحل اتسرق، وبيسألوا كاترينا لو شكت في حد وهي بتقفل امبارح، فبتقول لهم لا افتكر إنها ما قفلتش الباب أصلا امبارح. وبتروح تتكلم مع سانتا وبتقول لها سانتا انها اضطرت تكسر الجزاز علشان تبان انها محاولة سرقة علشان تاخد التأمين، وبتطلب منها انها تاخد بالها من شغلها بعد كده وتحل مشاكلها الشخصية والا هتطردها. وبالليل بيقابلها توم وبيتكلم معاها عن يومها، فبتقول له انها خلت المحل يتسرق وما عندهاش مكان تبات فيه، فبياخدها توم وبيوديها الملجأ بيساعد المتسولين، بس بتقول له كاترينا هي زيهم بس عندها بيت اهلها لسه موجود، وبتتصل بابوها علشان يوديها بيت امها وبيوصلها وبيمشي علشان هو مطلق امها، وبتخش البيت وبتروح على اوضتها وبتنام وبتغني لها امها الاغنيه بتاعتها. وتاني يوم بتروح مع امها الدكتور وبتقول لها انها لازم تلتزم بالعلاج وتبطل تشرب كحول علشان القلب تعبان. وبعد كده بترجع لشغلها وبيعدي عليها توم وبينضفوا المحل سوا، كيلو عن عيلتها وان امها عندها فوبيا وان امها اصلها روسي وابوها كان شغال محامي بس دلوقتي بقى سواق تاكسي. وبعد ما بتخلص شغل بتخرج مع توم وبيكون محضر لها مفاجأة وبيوديها صالة تزلج على الجليد عشان كانت نفسها تجربها من بدري، بس بيجي صاحب الصالة وبتطلع كاترينا مع توم وهم بيجروا وبيوصلوا لمحطة الأتوبيس، وبيقول لها توم إنه هيعيد الخروجة معاها تاني بس بيسيبها وبيمشي علشان معاه شغل. وتاني يوم بتشوف كاترينا الراجل اللي بيحب سانتا فبتطلع علشان تجرأه وتخليه يتكلم معاها، وفعلا بيسمع كلامها وبيخش يتكلم مع سانتا وبيتفقوا انهم يخرجوا في موعد مع بعض، وبيكون توم مختفي بقاله فترة فبتروح تدور عليه بس مش بتلاقيه. ولما بتروح لبيت امها بتلاقيها عاملة حفلة لمارسا اختها علشان اترقت، وبتكون كاترينا ومارسا على طول في خناق مع بعض علشان مارسا فاكرة ان امها بتحب كاترينا اكتر منها، وهم على الاكل بيتخانقوا مع بعض تاني، وبتقوم كاترينا سايباهم وماشية وبتروح لملجأ المتشردين علشان تسأل على توم بس مش بتلاقيه، وهي وماشية بتشوفه وهو جايب العجلة فبتسأله هو كان فين، فبيقول لها انه كان بيساعد ناس محتاجين مساعدة وبياخدها معاه للأوضة اللي كان عايش فيها. وبتلاقيها كاترينا منظمة جدا فبتقعد على الأرض علشان ما تبوظهاش، وبيقعد جنبها توم فبتحكي له انها عملت عملية زراعة قلب وانها عايشة بقلب واحد تاني وانها حاسة بالذنب من اللي حصل وخايفة تواجه الناس، فبينومها توم على السرير وبيقول لها انها جات لها فرصة انها تعيش حياة جديدة من تاني وانها ما عملتش حاجة غلط علشان تندم عليها وانها المفروض تستغل الفرصة. وتاني يوم بتروح كاترينا بعد الشغل
ومعاها لوحة مكتوبة إنها تغني، واللي يعجبه صوتها يتبرع بالفلوس لملجأ المتشردين. وبتبدأ تغني وبتكون الناس مبسوطين من صوتها، وبعد ما بتخلص بتكون لمت فلوس كتير فبتروح علشان تتبرع بيهم للملجأ. وبتبدأ حياة كاترينا تتعدل وإنها تهتم بشغلها أكتر، وكمان بتعمل تجارب أداء للمتشردين واللي صوته حلو بيطلع يغني معاها. وبعد كام يوم بيختفي توم من حياة كاترينا تاني، فبتروح علشان تدور عليه وبتلاقيه في الجنينة اللي كان بيقول لها إنها هتلاقيه فيها لما يغيب عنها. وبتلاقيه فعلا تقول له انه وحشها وبتحكي له عن اللي حصل معاها، بس هو بيقول لها انهم مش في علاقه وانها لازم تعتمد على نفسها في حل مشاكلها. فبتروح لبيت اختها علشان تعتذر لها عن اللي حصل، وبعدين بتروح عند امها وبتخرج معاها وبيشتروا هديه لمرسى علشان تصالحها بيها. وبالليل بتروح للاوضه اللي عايش فيها توم، بس بتلاقي مندوب من البنك علشان يحجز على الأوضة، وبيقول لها إن الأوضة مركونة وعليها أقساط متراكمة وما بيدفعش للبنك. فبتستنتج كاترينا إنه بيسيب الأوضة مترتبة علشان البنك يحجز عليها. وبيلاقي المندوب موبايل توم بالصدفة، فبتاخده كاترينا منه وبتقول له إن توم مش بيحب يمشي بيه. فبيسألها المندوب هو مين توم ده، وإن مفيش حد ساكن في الأوضة دي من بدري. بتجمع كل اللي حصل وبيطلع إن توم ده الشخص اللي ادالها قلبه في نفس يوم الكريسماس من سنة. وبتروح كاترين على الجنينة وبتقعد تعيط، وبيظهر توم قدامها فبتسأله هي ليه بتشوفه، فبيقول لها إنها عايشة بقلبه وبيوصيها عليه، وإنه هيكون دايما جنبها ومعاها، وإنها تعيش حياتها وتحافظ عليها. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهاردة. كان معاكم محمد نوب.